الفيديو ده اكتر فيديو كنت حامله هم ان انا اصوره، لان بيبقى فيه كده شويه تفاصيل كنت خايفه تطلع مش حلوه، بس بصراحه طلع حلوه جدا. وطلع التصوير بتاعها كمان سهل، وهي نفسها كيكه لذيذه جدا جدا، وهي الماربل كيك او الكيك الرخامي. اول حاجه هنحتاج 4 بيضات وحوالي كوبايه من السكر وطبعا الفانيليا، وهنخلط كل ده كويس جدا جدا لغاية لما يبقى كريمي تماما زي اي كيك. بصوا شكل الخليط عامل ازاي، يبقى فاتح وتقيل. نعمل علامة 8 بالانجليزي، تقعد ثواني على ما تختفي. هنا بقى ده عصير ليمونة، وده مهم جدا عشان اي زفارة في البيض تختفي تماما. وربع كوباية من الزيت وكوباية من اللبن، ونخلط كويس. ونبدأ بعد كده نجهز المكونات الجافة، اللي هي عبارة عن، أنا بس عايزة أقول في المرحلة دي احنا خلاص هنطفي المضرب وهنشتغل بالويسك. هنحتاج بقى 2.5 كوب من الدقيق ومعلقتين ونص صغيرين من البيكنج باودر ورشة ملح. وكمية الدقيق دي شلنا منها 2 معلقة كبار وحطينا بدلهم 2 معلقة كبار نشا. هنقلب كل ده كويس. طبعا الدقيق منخول قبل كده وبنخلطه تاني بالويسك بالشكل ده، دي بتعتبر نخلة تانية للدقيق. هننزل بقى الكمية دي هننزل بيها على مراحل. ليه؟ علشان نتأكد ان الدقيق متغلف تماما في المكونات السائلة، لان لو فضل حبيبات دقيق بتبقى نتيجتها مش ظريفة خالص بعد لما الكيكة بتستوي. انا عملته على حوالي 4 مراحل او 4 دفعات يعني، وهنخلط كله في اتجاه واحد علشان نحافظ على الهواء اللي دخل العجينة أو دخل الخليط واحنا بنعمله بالمضرب. ده كده شكل الخليط، خلاص كده جهز، والدقيق تمام اندمج تماما مع المكونات السائلة. هنبدأ بقى نشتغل في مرحلة الشكل الرخامي بتاع الكيك. هنقسم خليط الفانيليا لنصين متساويين أو أكتر أو أقل زي ما تحبوا، وهنحتاج 4 معالق من الكاكاو الخام ويكون جودته وطعمه حلوين علشان يبان طعمه حلو في الكيك، وربع كوباية من المية السخنة. هي هنا كانت سخنة قوي يعني كانت مغلية، ونحطها تدريجي، ما نحطهاش مرة واحدة لغاية لما الكاكاو يدوب تماما وما يكونش فيه أي تكتلات خالص، ونحس ان هو خلاص كده داب، فنضيفه على خليط الفانيليا. لكن ما نضيفش المية مرة واحدة عشان ما يبقاش خفيف. هنخلط كويس لغاية لما خلاص الشوكولاتة كلها تندمج. هنا بقى دي الخطوة اللي كنت حاملة همها في التصوير بس طلعت لطيفة. هتوزعوا كميات الفانيليا والشوكولاتة بالشكل اللي تحبوه، فده اكتر شكل انا بحبه، ان انا احط كمية من الفانيليا وعليها كمية من الشوكولاتة وهكذا. بتبقى سهلة قوي ويعني لطيفة، بتطلع شكلها حلو في الآخر. وعموما أي ترتيب هتحطوه هيطلع شكله حلو برضو. هنخلص بقى الكمية كلها، وفي الوقت ده طبعا بنجهز الفرن، بنفتح الفرن وبنسخنه، بس زي ما قلت قبل كده ما يبقاش سخن جدا ولا بارد طبعا. فدرجة الحرارة بتاعة الفرن لازم تكون مناسبة للكيكة. فأول لما الكيكة هتتحط في الفرن هتتحط في الرف في النص، ودرجة الحرارة ننزلها للمتوسط. ولو الفرن قوي قوي واحنا عارفين ان هو ممكن يلسع الحاجة، فبنحط صاجة تحت الرف. وطبعا ما بنفتحش عليها قبل 25 دقيقة لما نتأكد ان هي تكون خلاص عليت، ونقدر ان احنا نتأكد من السوا. وبس كده، ده شكلها. بصوا شكلها حلو قوي. انا الحقيقة ما استنيتش لما بردت خالص، بس جميلة وشكلها حلو فعلا، كانت طرية، وكمان شكلها بيبقى شيك قوي لو بنقدمها لضيوف. فجربوها وان شاء الله هتعجبكم. يا ريت تقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا.